ويلا نبدأ سلسلة عصيرات رمضان. ووصفتنا اليوم موهيتو خفيف ولذيذ. حطيت أوراق النعناع وحطيت عليه شرائح ليمون وحطيت عليهم كيوي مقطع لقطع صغيرة ونهرسهم شوية بالهراسة اليدوية ونحط عليهم مكعبات الثلج وحطيت عليهم قليل مياه غازية بالتفاح ومياه صودا وزينت الكاسة بشريحة كيوي وشريحة ليمون ونعناع. ومشروبنا اليوم من المشروبات اللي تروي العطش في رمضان. على الكاسة حطيت دوائر الثلج وحطيت عليهم شرائح ليمون وحطيت أوراق النعناع وصبيت عليهم توت أزرق ومياه صودا وزينت الوجه بأوراق النعناع. ومشروبنا صار جاهز وألف هنا وعافية. من أسهل مشروبات رمضان اللي تروي العطش بعد الصيام. ويلا نكمل سلسلة مشروبات رمضان. حطيت حبات من فاكهة اليوسف وقليل ليمون مقطع وهرستهم بهراسة الموهيتو وحطيت عليهم مكعبات الثلج وقليل مشروب غازي بالبرتقال وكملت الباقي مياه صودا وزينت الكوب بحبات اليوسف ونعناع وبالعافية. من أسهل مشروبات رمضان اللي تروي العطش بعد الصيام. ويلا نكمل سلسلة مشروبات رمضان. حطيت حبات من فاكهة اليوسف وقليل ليمون مقطع وهرستهم بهراسة الموهيتو وحطيت عليهم مكعبات الثلج وقليل مشروب غازي بالبرتقال وكملت الباقي مياه صودا وزينت الكوب بحبات اليوسف ونعناع وبالعافية. ومن أسهل مشروبات رمضان اللي تروي العطش وتبرد على القلب. في كوب نحط مكعبات الثلج، قطع خوخ أو أي فاكهة متوفرة عندكم، شرائح ليمون، مياه صودا أو سفن وممكن تكون موية عادية، أعواد النعناع، وعلى الكوب شريحة ليمون للزينة وبالعافية. وبكذا نكون خلصنا من مقطع اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.